أيضا واضحة الإيجابية أتحدث، ورغم القطيعة الدبلوماسية وكم الخلاف الكبير بين البلدين في ملفات عديدة، لأول مرة الرئيس الجزائري يتوجه من خلال برقية تعازيه للملك المغربي محمد السادس بعبارة جلالتكم بشكل مباشر. ألا يعتبر هذا الأمر تقدما وردا على إشارات إيجابية من الملك المغربي نفسه في خطاباته تجاه الجزائر، وبالتالي يمكن فعلا ربما وضع الخلافات جانبا، تناسي الماضي بين بلدين جارين شقيقين والتأسيس على ذلك لترتيب الأجواء بين البلدين رغم الخلافات التي يصعب تجاوزها أحيانا. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأصدقاء ديالي مرحبا بكم معنا في قناتنا وقناتكم ماروك تخواصوص واسو. الأصدقاء ديالي إلا كنتي أول مرة كتشوف القناة ديالنا فما تبقاش علينا بواحد لايك واشتراك في القناة وفعل داك زر الجرس باش ديما تكون انت من الأوائل اللي كيتوصلوا بكل جديد ديالنا وبلا ما تقلبوا عليه. الأصدقاء ديالي فيديو ديال اليوم فيديو يستحق المشاهدة، حيث غادي نشوف واحد القناة فرنسية اشنو كتقول على قضية عودة العلاقات بين المغرب والجزائر، خصوصا بعد تعزية الرئيس الجزائري تبون لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. من بعد ما أرسل له برقية ديال التعزية قال لك أن هناك مشاورات للصلح بين المغرب والجزائر، وهذه مبادرة من الجزائر من الرئيس الجزائري تبون على أن الصلح هذا يكمل. المهم الأصدقاء ديالي ما نطولش عليكم، نخليكم مع الفيديو ديالنا من الأول ديالو حتى التالي، ونتلاقاو بعد نهاية الفيديو إن شاء الله. ما تنساوش تخليونا الآراء ديالكم في أسفل التعليقات، بارطاجيونا الفيديو وقولوا لنا نتوما واش مع عودة العلاقات مع الجزائر أو ضدها، وخليونا الآراء ديالكم في أسفل التعليقات. نتلاقاو بعد نهاية الفيديو إن شاء الله. ما تنساوش خليونا الآراء ديالكم وبارطاجيو الفيديو ديالنا مع الأصدقاء ديالكم باش يوصل جميع المغاربة. نتلاقاو بعد نهاية الفيديو إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مشاهدينا الكرام إلى فقرة وجها لوجه، فيها نتوقف عند أعراب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن تعازيه للملك المغربي محمد السادس في وفاة والدته الأميرة لالا لطيفة، بالرغم من القطيعة الدبلوماسية بين بلديهما منذ أن قطعت الجزائر علاقاتها مع الرباط عام 2021. مع ضيفي مشاهدينا الكرام من الجزائر العاصمة الدكتور توفيق بوقعدة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر. أهلا بك دكتور، وكل الشكر الجزيل لك على تلبية هذه الدعوة. شكرا حكيم، وأهلا وسهلا بك وبكل المشاهدين الكرام وبضيفك من شقيق المغرب. شكرا دكتور توفيق بوقعدة، ورحب بنا وأنت كما فعلت أنت للتو بضيفي من الرباط في الجانب المقابل الدكتور الحسن قرطيط، أستاذ الأنظمة السياسية والعلاقات الدولية بمعهد الدراسات العليا للتدبير. أهلا بك ومرحبا، وشكرا جزيلا لك دكتور الحسن قرطيط على تلبية هذه الدعوة. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة، وتحية لضيفك الكريم من الجزائر. مرحبا بكم كل الترحيب. كيف تقرأان تعازي الرئيس الجزائري للملك المغربي محمد السادس بوفاة والدته رغم التوتر والقطيعة الدبلوماسية بين البلدين؟ أطرح عليك السؤال أولا دكتور توفيق بوقعدة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر. مرحبا من جديد. أكيد أن ما قام به الرئيس عبد المجيد تبون من تعزيته لوفاة والدة الملك المغربي محمد السادس تعتبر نقطة إيجابية ومؤشر إيجابي يضاف إلى المؤشر الآخر الإيجابي بعد قرار المغرب بإلغاء نزع ملكية العقارات الجزائرية، وبالتالي هذان الموقفان يعتبر بداية، لا أقول بداية تحول جذري في العلاقات بين البلدين، وإنما مؤشرات إيجابية على عكس ما شاهدناه في الفترة السابقة من مؤشرات سلبية في علاقة البلدين، وزيادة التي كانت كلها محتدمة سواء في المجال الإعلامي أو من خلال التصريحات الرسمية. يمكن البناء على هذين المؤشرين الإيجابيين لبحث في أسس العلاقات والقطيعة في العلاقات بين الدولتين، عندما تبدي المغرب فعلا رغبتها في عودة العلاقات بشكل جدي وبمراجعة كل الأسباب التي أدت إلى هذه القطيعة الدبلوماسية. طيب، أذهب إلى ضيفي الدكتور الحسن قرطيط، أستاذ الأنظمة السياسية والعلاقات الدولية بمعهد الدراسات العليا للتدبير من الرباط. هذه التعازي هل هي فعلا حمالة معان؟ هل هي حمالة رسائل من الرئيس الجزائري إلى العاهل المغربي، أم أنها لا تعد أن تكون إجراء بروتوكوليا
لا أكثر ولا أقل لا يحتمل التأويل. ما القراءة التي خصت بها هذه التعازي في المغرب ولديك أنت دكتور؟ أنا لا أعتقد على أنها تشكل إشارة سياسية أو هي رسالة سياسية من دولة الجزائر إلى المغرب للبناء عليها، على اعتبار أن المدخل الرئيسي بطبيعة الحال لعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يتطلب استصدار موقف واضح من دولة الجزائر فيما يتعلق بالقطيعة السياسية والدبلوماسية، وبالتالي هذا يدخل ضمن واجب العزاء ويدخل ضمن الأعراف والتقاليد الدبلوماسية الجارية بين الدول وبين رؤساء الدول، وبالتالي لا يمكن أن نبني عليها للحديث عن وجود إرادة سياسية لدى حكام الجزائر في استعادة العلاقات الطبيعية، لأن بكل بساطة من اتخذ قرار القطيعة الدبلوماسية والسياسية مع المملكة المغربية هي الجزائر. من اتخذ قرار إغلاق المجال الجوي أمام الطيران المدني والعسكري هي الجزائر، وبالتالي لا يمكن الحديث عن إشارة سياسية بدون العودة عن هذين القرارين اللذين أضر بشكل كبير بالعلاقات البينية بين المغرب والجزائر، وكذلك ينبغي تنقية الخطاب السياسي للجزائر من عنصر العداء للمملكة المغربية، وهو حقيقة ما لم نلمسه إلى حدود الآن في مواقف صناع القرار في الجزائر، على اعتبار أنه سبق وأن جاء قرار، أو سبق وأن تم تقديم واجب العزاء للشعب المغربي حكومة وشعبا إبان الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية. كذلك أن الجزائر كان موقفها أو تبنت موقف الأذن الصماء فيما يتعلق بالدعوة التي وجهها عاهل البلاد الملك محمد السادس إلى الرئيس الجزائري وإلى دولة الجزائر. طيب. والمتمثل في ضرورة فتح الحدود مع المغرب واستعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، لكن للأسف الشديد تعاملت معه الجزائر بكبرياء. طيب، حتى أكون منصفا مع ضيفي في الجانب المقابل دكتور توفيق بقعدة وأعود إليها، الرئيس الجزائري كان من أوائل المعزين للملك المغربي إن لم يكن الأول كما يقول حتى مراقبون. يعني ضيفي يقول لا أعتقد أنها إشارة سياسية يمكن البناء عليها، وفي هذا صدد سؤالي تحديدا، ألا ينبئ هذا الأمر وهذه التعازي ألا تنبئ ببوادر أو باستعداد جزائري على الأقل لإعادة الدفء إلى العلاقات بين البلدين، أو ربما على الأقل الحفاظ عليها ضمن ما يوصف بخط الرجعة من خلال إرسال إشارات إنسانية بديرة حسن نية تعلو على الخلافات البينية؟ هل تتفق فيما ذهب إليه ضيفي في حديثه بقوله أنها لا تقرأ كإجراء لاستعادة العلاقات؟ هذا إذا أرادت المغرب ألا ترى في ذلك بأنه يمكن أن يبني عليه من خلال ما أوردته برقية التعزية التي قدمها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى العاهل المغربي وإلى الشعب المغربي. قلت من البداية بأن هذه التعزية فعلا أنها تأخذ في إطار العلاقات الاجتماعية والعلاقات الدبلوماسية التي مفتى الطرفان يتبادلانها سواء من الجانب المغربي أو من الجانب الجزائري. بالعودة إلى أساس الخلاف في العلاقات الجزائرية المغربية، الجميع يعلم بأن المغرب هو من بدأ بجملة من الاستفزازات ومن الإجراءات العدائية ضد الجزائر، وأن ما أقدمت عليه الجزائر من قطع العلاقات من جانب واحد هو من أجل عدم الذهاب إلى حرب بين الدولتين، وهذا ما صرح به الرئيس الجزائري وكذلك وزير الخارجية رمضان العمامرة حينها بأنه إجراء وقائي حتى لا يمكن أن تنخرط الجزائر في حرب إقليمية مع المغرب. قلت من البداية أن هذه الرسائل الإيجابية من الجانب الجزائري ومن الجانب المغربي بعد إلغاء قرار مصادرة الأملاك العقارية للسفارة الجزائرية في الرباط هما مؤشران إيجابيان يمكن للمغرب أن تبني عليهما من أجل تلافي الأسباب التي أدت إلى قطع العلاقات بين الدولتين. وأعتقد بأن صيرورة العلاقات
البينية بين الطرفين، والذي يتفحص جيدا من هو الطرف الذي يريد تأجيج العلاقات والدفع بالجزائر إلى مثل هذه القرارات، هو السلوك المغربي المعادي للجزائر من خلال استضافتها لحركات إرهابية ودعمها بالمال ومنصات الإعلامية، بالإضافة إلى أن المغرب ولأول مرة في تاريخ من تقصد بالحركات الإرهابية؟ حركة رشاد وحركة الماك التي تصنفهم الجزائر بأنهما حركتين إرهابيتين، وتم اللقاء مع أعلى مستويات سياسية في المغرب بهاتين الجماعتين، ولا زالت تقدم لهما الدعم، بالإضافة إلى أن المغرب وفرت منصة إعلامية للجانب الإسرائيلي من أجل تهديد الجزائر من بلاد المغرب، وهذه لم تحدث أو سابقا لم تحدث في أي دولة، ومنذ إنشاء الكيان الصهيوني أن يتم توجيه رسائل عدائية على منبر ومنصة من الطرف المغربي. وبالتالي هناك العديد من المؤشرات وقد سردها حينها السيد العمامرة بأن هذه الإجراءات هي التي أدت إلى قطعها. عندما ورغم ما حدث إعادة العلاقات، المغرب تريد أن تقفز على كل هذه الأحداث وتحاول أن تقدم مؤشرات إيجابية بأنها يدها مفتوحة وغير ذلك. اليد المفتوحة لابد أن تكون بقلب مفتوح كذلك وبإجراءات ملموسة حتى يمكن أن تعود حتى تكون منصفا. دكتور توفيق بوقعدة مع ضيف إلى علاقات طبيعية. أستسمح أن أكون منصفا مع ضيفي دكتور الحسن قرطيت من الرباط. رغم كل هذه الخلافات هذه الانتقادات والانتقادات المضادة ما بين الجزائر والمغرب، دكتور الحسن قرطيت، رغم كل ذلك الإشارة السياسية واضحة يقول المراقبون من خلال هذه التعازي. الرسالة أيضا واضحة، الإيجابية أتحدث، ورغم القطيعة الدبلوماسية وكم الخلاف الكبير بين البلدين في ملفات عديدة، لأول مرة الرئيس الجزائري يتوجه من خلال برقية تعازيه للملك المغربي محمد السادس بعبارة جلالتكم بشكل مباشر. ألا يعتبر هذا الأمر تقدما وردا على إشارات إيجابية من الملك المغربي نفسه في خطاباته تجاه الجزائر، وبالتالي يمكن فعلا ربما وضع الخلافات جانبا، تناسي الماضي بين بلدين جارين شقيقين والتأسيس على ذلك لترتيب الأجواء بين البلدين رغم الخلافات التي يصعب تجاوزها أحيانا؟ تفضل. أنا في البداية أنا لا أفهم كيف يعتبر ضيفك من الجزائر على أن تقديم واجب العزاء لجلالة الملك وللشعب المغربي في وفاة أم جلالة الملك فيما يتعلق بالعلاقات البينية بين المغرب والجزائر، وبالتالي لا يمكن في نظري أن نعتبر على أن هذه إشارة سياسية كما قلت في البداية، على اعتبار أن العناصر المرتبطة بالأزمة السياسية والدبلوماسية بين المغرب والجزائر هي عناصر عميقة جدا. وما دام ضيفك يتحدث عن هذه الإشارات، دعني أقول على أنه في خطاب رسمي لصاحب الجلالة تحدث فيه بشكل واضح عن ضرورة عودة العلاقات ما بين المغرب والجزائر، وتحدث عن علاقات الإخوة وعن علاقات الأخوة وعن علاقات الأشقاء ما بين المغرب والجزائر، وشرح وقال بالحرف على أن اليد المغرب ممدودة، وأكثر من ذلك قال بأنه لا يمكن أن يأتيكم من المغرب أي شر. ومع ذلك عوض أن تتلقف الجزائر هذا الخطاب ومجموعة من الإشارات التي سبقته والتي جاءت بعده كان رد الجزائر التصعيد في الخطاب السياسي والدبلوماسي. وبالتالي أعتقد على أن المدخل هو ضرورة تطهير الخطاب السياسي من عنصر العداء للمملكة المغربية. وضيفك يعيد ما تنشره دائما الدعاية الجزائرية فيما يتعلق بتواطؤ المغرب ضد مصالح الجزائر أو عداء المغرب ضد الجزائر. وأشرت في البداية إلى أن قرار القطيعة الدبلوماسية جاء بشكل أحادي من الجزائر، تلاه قرار إغلاق المجال الجوي، ثم تلاه قرار إغلاق أنبوب الغاز، وكان فيه قصد واضح للإضرار بالمملكة المغربية والإضرار بمصالح الشعب المغربي. وبالتالي خلف هذه الإشارة الأخلاقية، لأن في نهاية المطاف واجب العزاء
غزاء يدخل كما قلت ضمن التقاليد وضمن الأعراف الدبلوماسية بين رؤساء الدول. وأعتقد على أن إيران قيادة وشعبا تلقوا واجب عزاء من كل دول العالم بطبيعة الحال باستثناء إسرائيل. وهو ما يعيدني إلى الحديث من جديد على هذا التاريخ بين المغرب والجزائر، والذي استثمرت بشكل كبير فيه دولة الجزائر في العداء للمملكة المغربية، على اعتبار أن خلق هذا النزاع المفتعل هو تم بأيد جزائرية، وعلى اعتبار أن الجزائر كذلك استثمرت في خلق أدوات لاستدامة هذا النزاع في المنطقة. وبالتالي القرار الصحيح في نظري الذي ينبغي أن تتخذه الجزائر يتمثل في العودة عن قرار القطيعة الدبلوماسية مع المغرب، وفي عودة السفير الجزائري إلى المملكة المغربية ورفع حظر على الطيران المغربي. وبالتالي يمكن اعتبار آنذاك على أنها إشارات إيجابية يمكن بناء عليها المغرب بحاجة إلى إشارة أوضح. إعادة العلاقات ما بين البلدين. وأكثر من ذلك دعني أقول على أن طيب استسمحك حتى أكون منصفا أيضا مع الدكتور توفيق بقعدة. الملك المغربي فعلا كان دعا في أكثر من مناسبة إلى علاقات طبيعية مع الجارة الجزائر، أكد أن المملكة لن تكون مصدر شر للجزائر، وبتعازي الرئيس الجزائري التي قرأها مراقبون فعلا على أنها يد ممدودة إلى المغرب. السؤال مطروح: لم يحن وقت التقارب مجددا بين البلدين؟ ضيف يلمح إلى حاجة المغرب إلى إشارة أوضح بكثير، إلى إشارة سياسية أوضح وأعمق، إلى خطوة أكبر على رأسها التراجع عن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، ولأن كانت هناك ملفات خلافية يصعب حلها في المرحلة الحالية. كل ذلك دكتور توفيق بقعدة تفاديا لتأزيم الموقف أكثر، كل ذلك تحسبا للأسوأ. بحاجة المغرب إلى إشارة أوضح، إشارة سياسية أوضح. أنا قلت منذ البداية أن الجزائر أسست علاقتها وطبيعة وتقييم علاقتها مع الشقيق المغرب بناء على عديد من المؤشرات، وأن هذه المؤشرات لا زالت قائمة إلى حد الآن. الاعتداد بالخطابات الرنانة من الملك المغربي تبين بأنها غير كافية ما لم تسبقها إجراءات عملية فيما يتعلق بالأسباب التي أدت إلى قطع الجزائر العلاقات مع المملكة المغربية. أن الجزائر تؤمن بما هو عملي وليس بما هو لفظيا أو خطابات رنانة. ضيفك من المغرب يرى بأن الجزائر هي السبب في قطع هذه العلاقات، وهذا منافي للحقائق، بالرغم من أن السبب الحقيقي وربما القشة التي قسمت ظهر العلاقات الجزائرية المغربية هو ما صرح به السيد عمر هلال في الأمم المتحدة بدعم استقلال منطقة القبائل، بالرغم من أن الجزائر كانت أكثر دبلوماسية وبعثت بمذكرة استفسار إلى الجانب المغربي بتوضيح معنى هذه التصريحات أو إنكارها أو حتى القيام بأي توضيحات، لكن المملكة المغربية لم ترد على هذه الاستفسارات، وبالتالي كانت الواقعة بقرار الجزائر بقطع العلاقات مع المملكة المغربية. قلت منذ البداية أن الجزائر لا تسعى إلى العداء، وإنها فقط تتلافى أن يتطور هذا الممارسات المغربية إلى حرب إقليمية لن تكون في صالح الشعوب ومستقبل الشعوب لاحقا. هل هذا الأمر وارد؟ المغاربة نعم، هناك العديد من المؤشرات واردة، وخاصة ما حدث عندما قصفت القوات المغربية لشاحنة تجارية لتقل أشخاص مدنيين في رحلة تجارة بين الجزائر وموريتانيا. وهناك العديد من الاستفزازات التي يمارسها يوميا الإعلام المغربي ضد الجزائر. عندما نقول الإعلام لابد أن ننظر بعينين الاثنين، لا ننظر بالعين الواحدة، وكان الإعلام المغربي منزه عن كل تلك التهم وتلك الأكاذيب وتلك التلفيقات التي توجه للجزائر. الجزائر تؤمن إذا أردت العلاقات لابد أن تبنى على أسس صحيحة. عودة العلاقات بين الجزائر والمغرب يجب أن تعود على أسس صحيحة. أولا أن
أن تقوم المغرب بكل ما كان سببا في هذه القطيعة. طيب الأصدقاء ديالي وصلنا لنهاية الفيديو. إلا كان عجبكم الفيديو فما تبخلوش علينا بواحد لايك واشتراك في القناة، فعلوا داك زر الجرس باش ديما تكونوا نتوما من الأوائل اللي كيتوصلوا بكل جديد ديالنا. الأصدقاء ديالي كيف ما شفتوا معنا في الفيديو، قناة فرنسية كتعلن على أن تبون، وهذه الرسالة ديالي صيفط للملك صاحب الجلالة محمد السادس أنها ماشي عادية، وأنها كاينة شي حاجة موراها، لحقاش السياسة ما كتكونش شي حاجة بالخطأ أو شي حاجة بالإرادة ديال الواحد، إلا وكتكون ديال الدولة كاملة، لحقاش هذه السياسة كتكون قوية. المهم الأصدقاء ديالي كما شفتوا معنا الفيديو، تبون صيفط رسالة للملك المغرب كيتسنى الرد اللي مازال ما جاهم لا رد لا والو بمناسبة التعزية، وكنتسناو كنتمناو نشوفوا الرد ديال الملك محمد السادس ونشوفوا العلاقات فين غتوصل. حنا ماشي ضد عودة العلاقات مع الجزائر، لكن عودة العلاقات باحترام مع الجزائر، بين الجزائر والمغرب. المهم الأصدقاء ديالي ما بقى لي الا نودعكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.